النهارده بقى هنعمل معاكم كيكه سخنه كده وطريه وحلوه كده هتعجبكم. هنعمل اطرى واهش كيكه في الخلاط من غير اي مجهود، من غير اي مكونات كتيره. هتطلع معاكم هشه وسفنجيه، وهي زي الماربل كده. ومسامها هتكون ضيقه وهتعملوها على طول. ومقاديرها مفيش ابسط من كده. وهتطلع معاكم طريه هشه، زي ما انتم شايفين في الصوره كده. تقدروا تزينوها، تقدروا تاكلوا بيها، يعني تشربوها بالنسكافيه او بالشاي. لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه واعملوا شير ولايك. هنبدأ بالمكونات. المكونات بقى هنبدأ بيها اللي هي 3 بيضات، كوباية ونص من السكر، كوباية لبن، كوباية زيت، رشة من الفانيليا أو معلقة صغيرة من الفانيليا. هنبدأ نحطهم كلهم في الخلاط، اللي هي كوباية الزيت اللي هي السوائل، كوباية الزيت، كوباية ونص سكر، كوباية لبن، ال3 بيضات، معلقة الفانيليا اللي هي الصغيرة دي أو رشة، وسنة من الخل برضو عشان مش يبقى فيه أي زفارة ولا أي حاجة. ولو عندك كيس فروتي كده اللي هو كيس البرتقال او اللي هو التانك، حطي، مش هيقول لا يعني. مقاديرها بسيطة ومعروفة، وأي حد يقدر يعملها وهتنجح معاك وهتعجبكوا خالص. هتبدأي بقى تضربي في الخلاط كده من 5 ل7 دقايق، وبس. هتبدأي بقى تنخلي 3 كوبايات من الدقيق. المقادير اللي بعملها دي تقدري تضعفيها أو تقدري تعمليها للنص. أنا هنا بالمقادير اللي أنا قلتها هنحط 3 كوبايات من الدقيق. هتبداي تنخليهم كده عشان لو في اي تكتلات في الدقيق ولا حاجه كله ينزل بالمضرب السلك. هتحطي بقى على ال3 كوبايات من الدقيق دي معلقه كبيره من البيكنج باودر، او كيس بيكنج باودر لو هو عندك، يعني ايه بتعايري بالكيس يعني. او ما بيكون معلقه، عباره عن معلقه او يعني إيه كبيره يعني مليان. ورشه من الملح. هتنخليه زي ما انا بنخله كده بالمضرب السلك. لو عندك منخل عادي، اي حاجه متوفره عندك عادي. بس هتبداي بقى تحطي الخليط اللي في الخلاط ده تحطيه على المقادير. بصوا بقى هتنجح معاكم وهتعجبكم الوصفة خالص، وهتجربوها وهتدعولي. بس هتبداي بقى تحطي المكونات وتقلبيها مع بعض كده، بسباتولا بقى، بمضرب من السلك بقى، زي ما تحبي بايدك، زي ما تحبي. المهم المكونات تكون متجانسة مع بعض تخلطيها في بعض. بعد كده هتجيبي معلقتين من الكاكاو وتحطي عليهم شوية من اللبن عشان خاطر ان هو يطلع معاكي كده مش يبقى فيه اي تكتلات ولا حاجة. وبرضه هنكمل التكتلات، لو في تكتلات ولا حاجة هنكملها مع الخليط. هناخد شوية من خليط الكيكة، شوية في بولة كده، وتحطي عليهم الكاكاو عشان خاطر نقسم الخليط، هنا بني وهنا اللي هو اللون الفاتح ده. هتحطي عليهم الكاكاو وتقلبيهم. لو هي تقلت معاكي شويه ولا كان القوام بتاعها تقيل ولا حاجه، هتبداي بقى هتحطي شويه لبن او شويه زيت تخفيها. لو مش عندك لبن تخفي بزيت. لو مش حابه تخفي بشويه زيت تخفيها بشويه لبن عادي. مفيش مشاكل، مفيش اي حاجه يعني. هتبداي بقى تقلبيها بقى بالاسباتولا كده. حابه تغمقي اللون برضو عادي، حابه تسيبيه فاتح براحتك خالص، مفيش اي حاجه. هتطلع معاكوا هشه واسفنجيه وهتبقى جميله خالص. هتبداي بقى تجيبي صينيه بقى، بصي اي فورمه عندك، بس انا اخترت ان انا اعملها في القالب ده. هتدهنيه ماده دهنيه كده. انا دهنته هنا بسمنه، وتحطي ورقه زبده. لو مش عندك ورقه زبده، رشه دقيق على على السمنه كده عشان خاطر تكون عازل، والكيكه تطلع معاكي بكل سهوله. احنا هنا في الوقت ده بنسخن الفرن وعملنا الخليط عشان خاطر نحطه في الصينيه. وبعد كده بندخله الفرن على 200 درجه، وتحطي في الرف اللي في النص. عادي ممكن تشغلي من تحت وبعد كده تشغلي من فوق، تشغلي من الاتنين عادي خالص. لو عندك الفرن بتاعك فيه مروحه تقدري تشغلي من تحت بس، وبيديها اللون اللي من فوق ومن تحت. هنا بقى هتبداي تحطي حبه من اللي هو الفاتح، الخليط الفاتح، وبعد كده البني، وبعد كده اللي هو الخليط اللي هو الفاتح الاصفر ده، وبعد كده البني. بس مفيش ابسط من كده. معلقه من هنا على معلقه من هنا. انا هنا برضو قسمت الخليط ده على 2 قالب من اللي هو القوالب دي. تقدري تحطيه في صينيه مدوره، صينيه مستطيله، اي حاجه. انا هنا قسمته على قلبين عشان قلب مثلا هحط عليه شويه شوكليت كده، والقلب التاني يتغمس كده بالنسكافيه والشاي. يبقى كده جميل كده على فطار الصبح.
ده القالب التاني برضو حبيت اوريكم منه ايه جزء بسيط منه، بس انتوا اكيد شفتوا الحبه من هنا على حبه من هنا. ورقه زبده برضو مش بتوفر عندكم الورقه زبده، مفيش اي مشاكل خالص. الكيكه دي بصوا للمبتدئين اللي ما بيعرفش يعملوا كيكه، اللي مش فيها اي افتكاسات ولا اي حاجه خالص. معلقه من هنا على معلقه من هنا وبتطلع معاكم على فكره، ما تخافوش، ما بتعجنش ما بتكتلش، ما فيش اي حاجه خالص. احنا خادمينها وعاملين لها المكونات وضربينها كويس خالص في الخلاط. بس يطلع معاكم بالشكل ده. هنجيب بقى خلة سنان او اللي هي نظيفة يعني واللي هو او اللي هو العيدان الشيش دي. هتبداي بقى تعمليها كده اكنها زي خلية النحل كده، او خلية العنكبوت كده، او زي ما تحب. بس هتبداي بقى تكوني مسخنه الفرن زي ما قلت على درجه حراره 200 على الرف اللي في النص. وهتطلع معاكي بقى ايه باللون. بصي حابه تغمقيها تقلليها ده براحتك. هنا بقى ايه طلعناها ما شاء الله جميله وحلوه وهتعجبكم. بصوا بقى اسفنجية. انا بصوا عشان اقول لكم على الخطوه دي، تحطوا بالخله كده او بالعيدان الشيش في النص، في النص مش في الجناب. اهم حاجه في الكيكه من النص. لو طلعت معاكم على ايديكم يعني فيها حاجه بسيطه كده من العجين، لا سيبوها شويه كمان. يعني تقدر على فكره هتاخد نص ساعه، ممكن توصل معاكم ل 40 دقيقه 45 دقيقه عادي، مفيش اي مشاكل، ما تقلقوش. اهم حاجه تحطوا الكيكه تختبروها من النص، مش طلعت معجنه تبقى الكيكه كويسه وحلوه خالص. مش فيها طلع ما فيهاش فيها عجينة، سيبوها عادي في الفرن ما تقلقوش. بس انا هنا بقى ايه هقطع واحده كده الواحد يفطر بها الصبح بقى كده. تقدروا تفطروا بها الصبح، تدوها للولاد في اللانش بوكس، تدوها تاخدوها معاكم في الشغل. ما فيش اسهل من كده. هنا بقى هقطع على فكره انا انا بقطعتها وهي كمان لسه سخنه وبتطلع البخار قدامك اهو. تقدروا تسيبوها لما تبرد عشان خاطر ما تفتفتش معاكم. برضو لو انت لسه مش عارفه وخايفه ما تفتفتش. انا هنا عشان انا قطعتها سخنه عادي ما فيش اي مشاكل، انا مستعجله. وبس طالعه معاكم مساماتها ضيقه اسفنجيه جميله خالص. بصوا مش برضو مش متفتفته وبرضو هشه وطريه. انا هنا برضو بوريكم ان هي هشه مش مكتومه وعاليه زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى القلب التاني ده تقدروا تحطي فيه بقى لاولادك عايزين شويه شوكليت كده عليه عادي. على فكره احنا عاملينها بسيطه خالص، يعني ممكن ما تحطوش بند الشوكليت ده خالص عادي خالص، او بند الشوكولاته ده عادي. بس احنا ايه حبينا يعني احنا عملنا قلبين. وتقدري على فكره تعملي نص الكميه قالب واحد. على فكره الشوكولاته دي هتقدري تعملي ايه لو عندك نوتيلا بتسيحها في الميكروويف في بوله كده وتحطيها على الكيك. ما عندكيش نوتيلا شويه معلقتين كاكاو على على او نص كوبايه كاكاو على نص كوبايه لبن على نص كوبايه زيت، وتقدري تضاعفي او تقللي الكميه وتضربيهم مع بعض. وشويه سكر بودره، وتضربيهم في الخلاط او بالمضرب السلك وتكبيهم عليها لو انتش عندك نوتيلا او مش عند او كاكاو خام.